ايه معنى حياتي؟ ايه المعنى ان انا اعيش في زمن معين لعدد سنين معينة وبعد عدد سنين معينة ما بقاش موجود؟ وايه المعنى من الحياة بشكل عام؟ ايه المعنى من كل اللي بيحصل حوالينا ده من صراعات والى اخره؟ المعنى في خروج 3 وعدد 2 لما الله قابل موسى فربنا قال له تعالى. هقول لك على حاجات مهمة جدا في اللقاء الخاص ده. زي ما انتم عارفين موسى عرف مين هو ربنا. ربنا كلمه عن نفسه، قال له أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. وعرف مين هو موسى اللي ما كانش عارفه قبل كده. إيه ده؟ أنت عايزني أعمل كل الكلام اللي أنت بتقوله ده إزاي؟ ما أعرفش. لا تعرف، يعني أنا موجود هنا لحاجة أكبر مني. أنت مش عارف إنك تقدر، أنت مش عارف إنك موجود لمعنى. أنا عايز أعرفك. تعالى هعرفك أنا مين، وهعرفك أنت مين اللي مش عارفه. المعنى بقى ده إذا اكتشفته يجيب الإنجاز. يبقى أنا بنجز عشان معنى، مش الإنجاز الهدف. مش بنجز عشان أنجز، مش بنجز عشان أحقق رجولتي، مش بنجز عشان هو ده اللي بيشبعني وبيديني الهوية. لا، أنا بنجز علشان إيه؟ في معنى، في معنى. فالإنجاز هنا تحول إلى وسيلة. لكن لو الإنجاز هو الهوية ما بقاش وسيلة، بقى هدف في حد ذاته. فالمعنى الحقيقي اللي هو جزء من هويتي هو في اللقاء الخاص ده اللي بيني وبين ربنا. إذا ده مش بيحصل يا جماعة، يهيأ لي إن إحنا بنفقد جزء كبير من معنى وجودنا، من معنى هذه الحياة.